اهلا بيكم مره تانية في حلقه جديده. النهارده هنتكلم عن تطبيق الفون كاش الخاص بالبنك الاهلي المصري. وقبل ما اكمل الحلقه، يا ريت بيشوف الحلقه اول مره سبسكرايب للقناه، اشترك في القناه ولايك وشير الفيديو. البنك الاهلي المصري اعلن مؤخرا عن زياده الحدود المعاملات الخاصه بمحفظه الفون كاش، وكمان زياده الحد المحفظه. كان محفظة كان آخر حد ممكن تشيله المحفظة، اللي هي آخر مبلغ أو أقصى مبلغ ممكن تحتفظ بيه المحفظة جواها هي 50,000 جنيه. زودوه من 50,000 ل100,000. كمان حجم التعاملات اليومية كانت 30,000 جنيه، زاد ل60,000 جنيه. يعني ايه حجم التعاملات اليومية؟ حجم التعاملات اليومية دي ما بين مشتريات وسحب من المكنة من بره عن طريق المحفظة. كان حجم التعاملات كان 30,000، سواء مثلا يعني كمشتريات. المشتريات دي انت ممكن تدفع فواتير، او ان انت تشتري مثلا حاجة اونلاين عن طريق محفظة الفون كاش الخاصة بالبنك الاهلي، المحفظة الافتراضية. وكنا اتكلمنا عنها قبل كده في حلقة مستقلة، وهسيب لكم لينك الحلقة الخاصة بالمحفظة الافتراضية تحت في صندوق الوصف الخاص بالحلقة. او ان انت كمان ممكن تشحن موبايل، تدفع فواتير، ايا كان. دي اسمه ده كله اسمه مشتريات. في سحب عن طريق المكنه من بره، السحب الكاش، ان انت ممكن تسحب عن طريق المكنه من بره بمعدل في السحبه واحده كان 8000 جنيه في السحبه تقريبا. ده كمان اسمه سحب كاش. يعني مجموع التعاملات الاتنين مع بعض كان 30,000 جنيه في اليوم، اترفع ل 60,000 جنيه في اليوم. كمان بالنسبة لحدود التعاملات الشهرية كانت 100,000 جنيه، اترفعت ل200,000 جنيه. ويعني ايه المعاملات الشهرية بقت 200,000؟ او يعني ايه حجم المعاملات الشهرية الحد الاقصى؟ بمعنى اصح ان انت ممكن تعمل تعاملات في اليوم الواحد ب30,000 جنيه، تمام، بحد اقصى في الشهر ما تجيش اكتر من ايه، 200,000 جنيه. او ب60,000 جنيه قصدي، بحد اقصى في الشهر ما تزيدش عن 200,000 جنيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني معنى اصح ان انا ممكن اعمل مثلا كذا معاملة على 3 4 5 أيام، بحيث إن التوتال بتاعهم في الشهر ما يزيدش عن 200,000 جنيه. لو جيت بعدها جيت حاولت تعمل معاملة تانية، بيجي يقول لك والله قد بلغت الحد الأقصى من معاملات الإيه الخاصة بالمحفظة شهريا. تفضل ثابت على الحد لغايه لما تيجي الشهر اللي بعده، وتبدا ترجع تاني، اللي هو الحدود تبدا تتفتح معاك تاني، تبدا برضو بحد اقصى 200,000 جنيه في الشهر. يعني الفرق ما بين الحد اليومي والحد الاقصى في الشهر ان الحد اليومي ده حد المحفظه يوميا في التعاملات، اما الحد الاقصى في الشهر، تمام، هو حد المعاملات كتوتال في الايام المختلفه. يعني انا عملت النهارده مثلا 20، بكره 30، بكره 40، بحيث ان هو ايه الايام دي كلها مع بعضها كده يكون الحد الاقصى للمعاملات بتاعتها توصل لكام، ل 200,000 جنيه في الشهر. يبقى نراجع تاني الكلام اللي احنا قلناه. قلنا الحد الاقصى رصيد المحفظه كان 50 بقى 100، وحدود التعاملات اليوميه سواء مشتريات او سحب كاش كان 30 بقى ب 60,000 جنيه. حدود التعاملات الشهريه كان 100,000 جنيه، بدأ بقى 200,000 جنيه. تمام. الخبر ده مهم طبعا لمعظم الناس اللي حاليا بدأت تتفعل تطبيق الفون كاش وتستخدمه في التعاملات، سواء في يعني ان احنا نبعت فلوس، او ان احنا مثلا نستقبل فلوس عليه، او نشحن موبايلات، او ما شابه ذلك. في ناس كتيره جدا، خاصه ان هم يعني اللي عندهم مثلا يعني شغل اونلاين كتير، بيستقبلوا حوالاتهم على الفون كاش وتطبيق الفون كاش. طبعا المبدأ الحلقه دي مهمه بالنسبه لهم عشان يعرفوا الحدود الجديده ايه. واتمنى تكون الحلقه فادتكم، وان شاء الله اسئله حضراتكم تحت في صندوق في التعليقات عشان خاطر ان انا ارد عليها. اتمنى تكون الحلقه فادتكم، ان شاء الله بكم في حلقه جديده، ومع السلامه.